اهلا بيكم. كتير مننا بيبقى حاسس انه تايه ومش عارف يبدأ منين. في الفيديو ده انا هديلك خريطة طريق واضحة خطوة بخطوة عشان احولك من شخص محتار وما عندوش خبرة لفريلانسر محترف واثق في نفسه وقادر يزود دخله ويعمل مستقبل كويس. كمل معايا عشان الفيديو ده هو الاساس اللي هتبني عليه رحلتك عشان توصل للاستقلال المادي والمهني. بتحلم تشتغل بشروطك انت من اي مكان في الدنيا وتبقى المتحكم الحقيقي في وقتك ومستقبلك المالي؟ حاسس انك تستاهل اكتر من مجرد وظيفة عادية وان مجهودك ممكن يبني لك حاجة بتاعتك انت؟ لو بتدور على فرصة حقيقية تزود بيها دخلك وتعمل الكارير بتاعك بنفسك، يبقى الفريلانس على الانترنت هو البوابة بتاعتك عشان تحقق ده. خليني اكون صريح معاك، انا هنا عشان اقول لك الحقيقة الكاملة، مش عشان ابيع لك حلم وردي عن الغنى والثراء السريع. طب ايه هو الفريلانس او العمل الحر على الانترنت اصلا؟ ببساطة الفريلانسر هو شخص بيشتغل لحسابه الخاص، بيقدم خدماته اونلاين لشركات او افراد مختلفين من غير ما يكون موظف دايم في مكان واحد. قبل ما ندخل في الخطوات العملية مهم نفهم طبيعة شغل الفريلانس اونلاين. ممكن ناس تقولك انه طريق سهل للفلوس السريعة، بس الحقيقة اعمق من كده وليها قيمة اكبر. الفريلانس على الانترنت ده شغل محتاج مجهود كبير جدا، وفي الأول ممكن يبقى محتاج تركيز أكتر من الوظيفة، لأنك المسؤول عن كل حاجة. أنت اللي بتدير وأنت اللي بتسوق وأنت اللي بتطور من نفسك. بس في مقابل التعب ده في فرص ومميزات جبارة صعب تلاقيها في أي وظيفة. أولا النمو المالي المفتوح، دخلك مش مربوط بسقف مرتب ثابت. كل ما خبرتك ومهاراتك بتزيد قيمتك في السوق بتزيد وأسعارك بتزيد. ثانيا مرونة كاملة، انت اللي بتقرر هتشتغل امتى وفين، سواء من بيتك مرتاح او من الكافيه اللي بتحب تقعد فيه او انت بتسافر وبتلف العالم. ثالثا انت بتبني اصل لنفسك، كل ساعة شغل بتشتغلها هي استثمار مباشر في اسمك وسمعتك وخبرتك، مش في شركة بتاعت حد تاني. صحيح ان الدخل في الاول ممكن يبقى قليل وطالع ونازل وهتقابلك شوية تحديات، بس مع كل مشروع بتخلصه بنجاح انت بتبني مستقبلك بإيدك. واحدة من أكبر الغلطات اللي المبتدئين بيقعوا فيها هي إنهم بينطوا لسؤال أجيب عميل إزاي، من غير ما يبنوا لنفسهم أساس نفسي ومهاري قوي. قبل أي خطوة لازم تحدد أنت ليه عايز تمشي في السكة دي. هل هدفك تتحرر من قيود الوظيفة؟ ولا تعمل دخل زيادة يضمن لك ليك ولأسرتك عيشة كويسة؟ ولا عايز تحول شغفك لمصدر رزق دايم؟ الليه دي هي البنزين اللي هيخليك تكمل لما الدنيا تبقى صعبة عليك، لأنك هتتقابل بالرفض في الأول وممكن تشك في نفسك ساعات، بس في اللحظات دي لما تفتكر هدفك الكبير سواء كان الحرية أو الأمان المالي أو تحقيق ذاتك هتلاقي القوة اللي تخليك تكمل. عقلية الفريلانسر الناجح قايمة على 3 حاجات أساسية. أنت الكابتن بتاع الكارير بتاعك، نجاحك معتمد على اجتهادك ومبادرتك وده أحلى شكل للحرية والمسؤولية. رقم 2 التعلم المستمر هو طريقك عشان تزود دخلك، وهو ده اللي هنشتغل عليه في القناة بتاعتنا دي. السوق بيتغير على طول والمهارات المطلوبة بتزيد، والمهارات الجديدة اللي هتتعلمها هتعلي قيمتك. التعلم مش رفاهية، ده استثمار أساسي في نموك المهني والمالي. رقم 3 الصبر والمثابرة هم استراتيجية النجاح. النجاح مش بيحصل بين يوم وليلة، كل فريلانسر ناجح فضل يحاول ويتعلم حتى بعد ما وقع. دلوقتي بعد ما ظبطنا طريقة التفكير الصح، يلا بينا نبدأ في الخريطة العملية اللي هتوصلنا لأهدافنا. الخريطة اللي هديها لك دي هي اللي هتحولك من واحد مبتدئ لواحد محترف. ركز انك تتقن خطوة واحدة كل مرة. الخطوة الأولى اكتشف وطور مهارة مطلوبة اونلاين، دي نقطة البداية وأساس مصدر دخلك الجديد. جملة أنا ما عنديش مهارة دي مجرد وهم، كل واحد فينا عنده اهتمام أو موهبة ممكن يطورها. السؤال الحقيقي هو ازاي نحول الاهتمام ده لقيمة حقيقية الناس تهتم بيها وتدفع فيها فلوس. طبعا انا هنا في قناتي ههتم بالخطوة الاولى وهي ازاي اعلمك مهارة مطلوبة اونلاين. البداية ممكن تبان اصعب حتة، بس افتكر ان كل فريلانسر ناجح انت شايفه النهاردة بدأ من نفس النقطة اللي انت واقف فيها دلوقتي. كل اللي انت محتاجه دلوقتي هو خطة واضحة وصبر ومثابرة وإيمان بانك انت قادر تحقق هدفك. انت عندك كل اللي تحتاجه عشان تبدأ رحلتك وتزود دخلك وتحقق استقلالك المالي. الفيديو ده مجرد البداية في سلاسل وكورسات ومهارات مجانية كتير هذاكرها وهشرحها ليكم على قناتي هنا مجانا.
هنتعلمها سوا وهتاخد بإيدك في عالم الفريلانس، من أول ما تتعلم المهارات لحد ما تعمل أول فلوس ليك أونلاين بإذن الله. أنا محمد نبيل، ودي قناتي اللي هتتعلموا فيها كل المهارات المطلوبة لعالم الفريلانس مجانا تماما. وعشان تتابع كل الكورسات دي والمهارات دي أول بأول ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب لي في الكومنتات تحت إيه المهارات اللي نفسك تتعلمها واشرحها لك. سلام.